هقول لكم على سر، قربوا بس شويه، قرب شويه. سر محدش يعرفه. انا بوظت الباب. يا وجع المربربه. بوظت الباب ليه بقى؟ عشان كنت عايز اركب السمارت لوك من اسفس. بس يا جماعه ده سر ما بيني وما بينكم، اوعوا تقولوا لحد. عيب، الراجل ائتمنا على سره. ويلا بينا دلوقتي بقى نعمل انبوكسنج لهذه الكرتونه اللي فيها هذا السمارت لوك الفظيع ال2S من اسفس، واللي بيخليك تقدر تفتح الباب وتتحكم فيه حتى لو انت بره البلد خالص. واحلى حاجه فيه يا جماعه ان انت مش هتشيل مفاتيح. صلاة النبي احسن. والله زي ما بقول لك كده، ايه الاختراع الجميل ده؟ يلا بينا نفتح البوكس. ده السمارت لوك من اسفس اللي بيشتغل عن طريق الارقام السريه والفينجر برينت، يعني بصمه الصبع، والار اف اي دي كارد، وكمان نقدر نتحكم فيه عن طريق الابلكيشن. يلا بينا نفتح البوكس بتاعه ونشوف ايه اللي جوه الكرتونه. اول حاجه هنلاقي كيس صغير فيه الكتالوج والمانيوال والضمان وكيو ار كود عشان ننزل الابلكيشن، وهنلاقي ميداليتين كده اللي هم الار اف اي دي كارد او المفتاح اللي هو الوايرلس. هو جاي معاه 2 وانت تقدر تبرمج اي نوع تاني، تقدر تشتري انواع ار اف اي دي كارد من بره وتبرمج عليه اللوك عادي خالص. جاي معاه كمان الفارما بتاعه التخريم في الباب بالمقاسات والاحجام والطريقه بالظبط، او شكل الفتحات هيكون ازاي. علبه فيها الكالون اللي فيه التكات واللي بنتحكم فيها عن طريق المقبض الامامي والخلفي، واللي بيبقى مربوط بالمين بورد اللي بيبقى عليها البرنامج ومربوطه طبعا على الابلكيشن. ودي الحديده اللي اللوك بيقفل فيها في الباب، فبتتثبت في الباب من الناحيه الثانيه، من الناحيه اللي بتقفل فيها الكالون. موضوع كبير محتاج اخصائي. ده المقبض اللي من بره اللي بيبقى فيه زرار للجرس، وفي الكيباد بتنور طبعا تاتش سكرين، وفي مكان للمفتاح عشان لو حصل اي مشكله في الجهاز تقدر انت تفتحه عن طريق مفتاح من تحت كده. البطاريات اللي ورا فاصله، تقدر توصل باور بانك. طبعا زي ما انتم شايفين كده اللوك شكله جميل جدا وشيك جدا باللون الاسود. ومن الظهر في الكابل الداتا اللي هو بيوصل الجزء الامامي بالجزء الخلفي من اللوك. هو ده الجزء الخلفي من اللوك، ده بيبقى فيه مفتاح من ورا، طبعا مفتاح مثبت عشان تقفل بس من جوه وتفتح من جوه. وكمان عندك المقبض لو في تكه لوك اقدر اعمل انلوك فيه. وباب البطاريه اللي بفتحه لفوق كده، بطاريات 4 بطاريات دبل اي. حاطين لك علبه بقى فيها الاربع بطاريات اللي بيركبوا في اللوك من جوه، والمسامير اللازمه. طبعا هو بيركب على نوعين من البيبان، ممكن يركب على باب خشب او باب حديد، فعشان كده في مسامير طويله ومسامير قصيره. العلبه دي بقى فيها الجهاز او المديول اللي هو بيعمل الاتصال او الكونكشن ما بين اللوك والانترنت عشان تقدر تتحكم عن طريق الابلكيشن. بص من جوه هو عامل ازاي. هي علبه طبعا منفصله بذاتها زي ما انت شايف كده، بيبقى فيها مدخل لكابل الشبكه وتتوصل بالكهرباء عن طريق الادابتر. جاي معاها طبعا الادابتر بتاعها والكابل اليو اس بي، وطبعا جاي معاها اللي هو المفتاح الاحتياطي. هي دي المعدات كلها الخاصه بالسمارت لوك، او ده الحاجات اللي جوه البوكس. يلا بينا بقى نحاول نركبه ونشغله. يلا بينا الاول نعمل مج نسكافيه كده عشان نعرف نكمل شغل. طيب في الاول كده بقى المفروض ان احنا هنشيل الوش بتاع مقبض الباب من بره، اوكي، باستخدام بقى مفك، باستخدام تايتر، باستخدام دريل. وبعدين نشيل الجزء اللي ورا نفس الحكايه، وبعدين نطلع الكالون نفسه. المفاجاه بقى ان مكان الكالون اصغر من الكالون بتاع اسفس، فلازم احفره. بس خلي الموضوع ده دلوقتي. اول حاجه هنجيب الفارما ونبدا ان احنا نعلم الاماكن اللي احنا هنخرم فيها، ونبدا نخرم نخرم نخرم، نبوظ نبوظ نبوظ، نقعد نخرم ونسحب بالمكنسه. وبعدين جربت تاني، بعد ما جربت برضو لقيت الخرام صغيره مش جايه مع بعض. جربت تاني وتالت وخرمت ووسعت الخرام، وجربت كمان مره اوسع في الخرم واجرب تاني اعمل تيست، احاول اركب المقبض من جوه. المره دي اهو يعني وسعنا الخرام شويه، وبدات ان انا اركب المقبض اللي بره ركب واللي جوه برضو ركب. بس دلوقتي عندي مشكله ايه بقى؟ الكالون اللي من جوه المكان بتاعه اصغر، وده بقى بصراحه عذبني لان انا قعدت برضو بالشنيور اشتغل واخرم من جوه الشريون الصغير اللي هو التايتر. بعد كده جبت ازميل خشب وبدات ان انا اوسع في المكان من جوه، اوسع واحفر اوسع واحفر. برضو مش جاي، خد مني وقت طويل جدا ان انا اوسع واحفر. دلوقتي احنا وصلنا للدقيقه 21 وانا لسه برضو ما وصلتش للمقاس الحقيقي او العمق الحقيقي عشان اقدر اسقط القلب بتاع الكالون الجديد. طبعا مضطر ان انا اوصل لعمق اكبر من كده، لكن حسيت ان الخشب ناشف قوي مش جايب الازميل، فجبت الشنيور الكبير وحطيت فيه بونطه تخينه وبدات ان انا احفر بالبونطه، احفر. بدا شويه شويه العمق ده يزيد لحد ما نجحته وعرفت اسقط كالون من جوه. بدات بقى اجمع الوش، احط الوش كده، لقيت برضو الخرام مش ماشيه كويس معاه. طلعت الكالون
ووسعت الخرام تاني وغيرت اماكن الخرام. المفترض الخرام دي تتوسع ببنطات اكبر من كده اللي هي بتاعت الحفره بقى، يعني للاسف انا ما عنديش. المهم زي ما انتم شايفين كده انا بوظت الخشب خالص بتاع الباب، ودي يعني مشكله كبيره. بس برضو انا كان عندي اصرار، انا برضو حتى لو بوظت الخشب عندي اصرار ان انا اركب اللوك واعرف يشتغل ازاي. المهم في الاخر وصلت ان انا بيت القلب كويس وبيت اللوك كويس، وبعد كده حطيت الوش المقبض الوش من بره ومن جوه جمعتهم ببعض. وطبعا نسيت النسكافيه خالص اللي انا عملته برد وتلج، بس مش مشكله. فتحت المسامير بتاعه الظهر وعديت الكابل بتاع الكهرباء او كابل الداتا، ومن الناحيه الثانيه برضو بدات ان انا اثبت الجزء الداخلي. نجحت في ان انا اثبت الجزء الداخلي زي ما انتم شايفين كده، واللوك اشتغل معايا زي الفل. التركيب خد مني ساعه و7 دقائق تقريبا، طبعا لان انا اول مره اركبه مش محترف فيه قوي، وفي نفس الوقت كمان اعتقد المعدات اللي عندي اقل شويه من المطلوبه. بس الحمد لله انا نجحت في الفكره ان انا عملتها بنفسي، وانت كمان تقدر تعملها بنفسك. وبس كده، دلوقتي اللوك جاهز وركبت البطاريات، والبانل زي ما انتم شايفين من بره اشتغلت، الارقام اهي اشتغلت. ودلوقتي الخطوه اللي بعد كده ان احنا نحاول نبرمج اللوك ده ونبرمج الشرايح اللي فيه على الابلكيشن. يلا بينا. بغض النظر عن سواء انت ركبته وبوظته ولا ركبته ونجحت ولا جبت حد يركب لك، تعال نشوف مع بعض بيشتغل ازاي. زي ما احنا شفنا في الفيديو ازاي احنا ركبناه، ان دي البانل الرئيسيه، ده الكالون اللي في نص الباب، دي التكات، دي تكه الامان، ودي التكات بتاعته اللي هي بتقفل وتفتح كده نقفل. وممكن كمان نقفل اللوك كمان من هنا، بحيث ان هو اللي جاي من بره ما يقدرش ان هو يفتح اللوك، انا بس من جوه اقدر افتح اللوك كده بالشكل ده. ومن ورا هنا كده المكان اللي بنحط فيه البطاريات، وده الجهاز اللي بيخلي اللوك ده متوصل اونلاين بالانترنت، بحيث ان انت تقدر تتحكم فيه عن طريق الموبايل ابلكيشن. يلا بينا بقى ننزل الموبايل ابلكيشن ونشوف ازاي هيشتغل معانا عن طريق القطعه بتاعه الواي فاي دي. طيب يلا بينا بقى ننزل الابلكيشن عن طريق الاب ستور، وهندور على ابلكيشن اسمه EZVIZ. طيب هو ده الابلكيشن، نعمل له داونلود، وحطينا القطعه شغلناها ووصلناها بالكهرباء. هنفتح الابلكيشن، ندوس اوبن، نفتح الابلكيشن. اوكي هندوس كونتينيو، بلاش يعمل لي تراك، هعمل له الاو. هحدد الدوله اللي انا فيها. طبعا هنا طالب مني تسجيل الدخول او انشاء حساب جديد. انا لو ما عنديش اكونت على ازفيز اقدر ان انا اعمل كرييت نيو اكونت من هنا. اوكي، او لو عندي اكونت اقدر ان انا اعمل لوجين على طول مثلا عن طريق الابل اي دي. مثلا بعمل لينك الاكونت بتاع ابل او لينك الاكونت بتاع فيسبوك او الايميل بالاكونت بتاع ازفيز. طيب لو ما عندكش اكونت تقدر ان انت تكريت اكونت من هنا، كرييت نيو اكونت، تكتب الايميل بتاعك وتكتب الباسورد اللي انت حابه، وبعدين تقول اكسبت وبعدين كونتينيو. تعمل فيريفيكيشن بس الاول عشان تتاكد ان انت مش روبوت، تسحبها كده عند الحته دي. اوكي، بعد كده هيطلب منك الايه الفيريفاي للايميل بتاعك، اللي هو تفتح الايميل هتلاقي فيه OTP اللي هو الوان تايم باسورد. طيب هنا المفروض ان انا اعمل اد للديفايس، اعمل اد ديفايس. طيب هيسالني بقى يقول لي ايه الديفايس اللي انت عايزه. طبعا في مجموعه ديفايسز كتير موجوده في ازفيز، هختار منها هنا السمارت لوك. بعد ما اختار السمارت لوك هيقول لي طبعا allow، وعايزني ان انا اعمل ايه، اعمل امسح الرمز QR كود او رمز الاستجابه السريع. اوكي هنا هبدا اسكان الQR كود، هقول له device is powered on، ونعمل بقى start عشان يربط كله ببعض. طبعا هو عايزني كده اقول له فين اللوكيشن بتاعي، انا هقول له اللوكيشن عادي مش مشكله. دلوقتي هو عايز ان انا احط له اسم الشبكه، هو اوريدي اختار اسم الشبكه، وعايزني احط الباسورد بتاع الشبكه. هو بيقبل بس شبكات 2.4، ما بيقبلش شبكات ال 5G. طيب ايوه انا عايز اعمل جوين للازفيز، احنا بنعمل كونكتنج عن طريق الواي فاي. دلوقتي انا نجحت ان انا اربط جهاز الاي بي. لحد كده احنا عرفنا القطعه الصغيره اللي هي بتعمل لينك ما بين الواي فاي وما بين السمارت لوك. دلوقتي جاء وقت ان احنا نسطب السمارت لوك ده على الابلكيشن. هنا احنا عندنا قطعه متعرفه زي ما انتم شايفين كده، اللي هي بتاعت اللي سميناها مين جيت. كويس، انا هخش جواها كده وهلاقيها طبعا جواها فاضي، نو سمارت ديفايس ادد يت. فهدوس كده عشان احط ايه بقى، سمارت سب ديفايس. سمارت سب ديفايس ممكن يكون سمارت لوك وممكن يكون الارم او سنسور، اللي هم بيتعاملوا مع القطعه الصغيره المدوره اللي احنا دلوقتي موصلينها على الشبكه. الديفايس بتاعنا اللي هو سمارت لوك. طيب سهل قوي ان انا اجيب سيريال الجهاز مع الكرتونه. نسيت اقول لكم حاجه مهمه عشان برضه تسهلوا على نفسكم، لو عايزين تدوروا على الكيو ار كود اللي هو السيريال نمبر بتاع الجهاز اللي هو السمارت لوك، هتلاقوه في ظهر علبه البطاريات اهو. نكتب سيريال الجهاز اللي موجود على الكرتونه.
الميل. اقول له اوكي، هيبدا يقول لي إيه نوع الجهاز ايه، هقول له L2S، هيبدا يدور عليه زي ما احنا شايفين، وبعد كده يقول لنا ايه انا هعمل اد للديفايس، بس قول لي ان الديفايس باورد اون، هقول له طبعا هو باورد اون، وهقول له نكست. هيقول لي اعمل لي ماتش بقى. هعمل ماتش ازاي؟ ان انا هجيب اي حاجه رفيعه سن قلم زي ده، وهلف اللوك كده ناحيه البطاريات، وهروح عند البتاعه الصغيره دي وهتك كده لمده 3 ثواني. 1 2 3. سمعت المزيكا دي، خلاص كده الموضوع انتهى. هقول له already enabled ده matching mode. طيب بيقول لي بقى هل انت عندك دلوقتي في رقم 5 بينور ويطفي هنا؟ موجود اهو. فهقول له please make sure the flashing، وهقول له next. هيبدا يعد بقى 180 178 مش عارف ايه، يعد كده شويه عشان يعمل لينك للجهاز مع القطعه الصغيره بتاعه الواي فاي. زي ما حضراتكم شايفين اللوك ده بقى موجود هنا، بحيث ان انا مثلا اقدر ان انا اعمل شويه اوبشنز عليه، زي ان انا اشوف مستوى البطاريه 99%. ممكن اعمل تمبوراري باسورد لو اي جيست جالي ولا حاجه، اقدر اعمل له تمبوراري باسورد من هنا، واقول مثلا ان انا عندي فيزيتور، الفيزيتور ده اسمه مثلا ممكن اخليه فيزيتور، او ممكن اغير الاسم بتاعه لمثلا هيثم. مثلا هيثم جاي يزورني. اوكي طيب هيثم هيزورني الساعه كام؟ ستارتنج من دلوقتي لحد يعني لحد مثلا ايه بكره، مثلا لحد بكره الساعه مثلا 5. اوكي من النهارده لبكره الساعه 5 ونص مثلا الوان تايم باسورد ده شغال، وهيبقى فاليد لكام مره؟ يخش كام مره بالباسورد ده؟ يخش مثلا مره واحده. اوكي خلاص انا عملت سيف كده بالشكل ده. هيبعت لي الباسورد على الايميل المسجل عندي اللي هو الوان تايم باسورد، عشان اقدر ان انا اعمل له شير بعد كده لاي حد. دلوقتي احنا هنشوف دول الباسورد على الموبايل الثاني اللي هو اللي فيه الايميل 49814. لو جاء الزائر بتاعي بالشكل ده اوكي، كتب الباسورد اللي هو 49814، شباك اتفتح اللوك كده خلاص، يقدر ان هو يفتح الباب ويخش جوه. طيب فرضا الفيزيتور ده استخدم الباسورد تاني 49814 شباك، خلاص كده ما ينفعش يستخدمه هو، لان هو مره واحده بس وان تايم باسورد، وانا محدده ان هو يستخدمه مره واحده بس. طيب الكي مانجمنت هنا انا مش معين باسوردات، مش معين فينجر برينت، مش معين هنا مش معين باسوردات. عندي فينجر برينت واحده معينها از ادمن. اوكي من هنا اقدر امسحها، وبرده عندي الكاردز اللي هم دول انا معين واحد فيهم بس عامله ادمن. اوكي وهقول لكم ازاي دلوقتي تعينوا او تسيبوا الكروت دي الماجنتيك كارد ايا كان نوعها على السمارت لوك، وازاي كمان تلغوها. اوكي والفينجر برينت برضو ازاي تعينوها وازاي تلغوها، والباسورد ازاي تعينوه وتلغوه، بس السيتنجز دي بتتعمل من اللوك. هنا الايفنتس كلها اللي حصلت خلال اليوم. كارد نمبر 1 فتح الباب، اللي هو مثلا لما بعمل كده البطاقه دي مش شغاله، البطاقه دي شغاله اهي. اول ما بعمل اي حركه دخول او خروج بيجي لي طبعا نوتيفيكيشن على الجهاز الموجود عليه الابلكيشن اللي مربوط بالسمارت لوك. طبعا كل الحركات موجوده، فينجر 1 فينجر 2 فينجر 3، كل الحاجات اللي في الكي مانجمنت. اي حد بيستخدم باسورد، اي حد بيستخدم فينجر برينت بنقدر ان احنا نتتبعه. ممكن كمان نعمل رينيم للفينجر برينت رقم 1، هنقول دي مثلا دي بصمه صبع هيثم مثلا. اوكي وده المفتاح الاولاني ده اللي هو ده المفتاح ده هنقول ان هو بتاع هيثم بما ان هو الادمن اهو كده هيثم. تمام سيف، بحيث ان انا اتتبع هيثم بقى وهو داخل وهو خارج. يعني فرضا دي بتاعت هيثم كده، هعمل كده انا عرفت ان هيثم عمل حركه دخول للباب، واكيد برضو هيديني النوتيفيكيشن وهيقول مثلا ان هيثم استخدم البطاقه او استخدم الباسورد او استخدم الفينجر برينت بتاعته. زي ما احنا شايفين كده هو مثلا كتب لي هنا هيثم كارد اوبن ذا دور، الكارت بتاع هيثم فتح الباب. جميل. انا عندي هنا في السيتنجز برضو شويه حاجات كده ظريفه. الالارم سيتنج امتى يعمل الارم، الاوديو سيتنجز
مستوى الصوت عالي واطي. بطاريه تدي البطاريه عمرها قد ايه، فاضل فيها برسنتج قد ايه. الجيت واي طبعا هو كونكتد بالمين جيت واي اللي احنا طبعا عارفينه اللي هو الجهاز الصغير المدور ده. ريموت انلوك، سكيورتي ديفايس في البرايفسي مود مثلا. طب دلوقتي السؤال المهم، ازاي انا اقدر ابرمج كارت زي ده او فينجر برينت او باسورد؟ الموضوع هنا بقى مختلف تماما. انا بعمل البرمجه دي عن طريق اللوك نفسه، اوكي، بحيث ان انا لو جيت دخلت هنا وشفت الكي مانجمنت هقدر ان انا اضيف بقى اللي انا عايزه. كويس، انا كنت ضايف هنا فينجر برينت وكنت ضايف كارد، خلينا نضيف الكارد التاني. موضوع بسيط جدا. اول حاجه بخش على اعدادات المنيو، الرقم الافتراضي بتاعها اللي هو 3571 هاش. خلاص انا كده دخلت على المنيو بتاعت البرمجه. كده هقوم حاطط بصمه المسؤول 11 هاش. اوكي، بعد ال 11 هاش احط بقى بصمه الصبع مره، الثانيه، بعدين احط الصبع ده كذا مره بالشكل ده 5 مرات. كده الصبع ده اتبرمج. اوكي، وظهر عندي هنا هتلاقيه على الابلكيشن، الباب هيفتح وهيديني ايه؟ رقم 2. ده اليوزر رقم 2 او الشخص رقم 2. وهيديني طبعا على الابلكيشن انه اللوك اتفتح بتاع المين دور عن طريق اللي هو الشخص الثاني اللي احنا مسمينه فينجر برينت رقم 2. ازاي ان انا امسح برمجه صوبع من الصوابع؟ عن طريق الابلكيشن عادي خالص. هروح كده واقوم عامل له ديليت بالشكل ده، مسحته. بص بقى انا لو جيت عملت كده، بص مش هيعرف كده. طالما عملت تي كده يبقى ايه؟ كده مش عارفه. كويس، رغم ان ده كان متبرمج من شويه. اعمل بقى ايه؟ عايز اضيف كلمه مرور. اوكي، اضيف كلمه مرور ازاي بقى؟ هخش برده على القائمه عادي اللي هي البرمجه بتاعتها اللي هو 571 هاش. طبعا هيطلب مني الادمنستريتور، هو كده جاهز ان انا اديله اي اوامر ثانيه، فهديله الامر اللي هو 1 2 هاش. كده انا قلت له ان انا عايز اخش على اضافه كلمه مرور. بعدين هدخل كلمه مرور من 6 ل 10 ارقام، يعني مثلا 1 2 3 4 5 6 هاش. 1 2 3 4 5 6 هاش. كده انا عينت كلمه المرور الجديده. اول حاجه انا لو جيت دخلت على الكي مانجمنت كده هلاقي الباسورد موجود اللي هو رقم 1، وده باسورد الادمن. اقدر اعمل له رينيم او ديليت برده عادي خالص. خلاص كده انا طلعت من مود البرمجه. بعدين عايز افتح الباب بقى 258036. فتح لي الباب بالباسورد رقم 1، واداني هنا نوتيفيكيشن على الايباد ان هو في حد فتح الباب باستخدام الباسورد. طيب نفس الحكايه برضو لو عايز ابرمج ماجنتيك كارد، هخش على مود البرمجه عادي خالص، نفس الباسورد. بعد كده هحط الفينجر برينت بتاعت الادمن 3 هاش. وبعدين هجيب البطاقه امررها، البطاقه اهي مررها كده. كده تم اضافه البطاقه رقم 2. اوكي، بعد كده هخرج عادي. طبعا لو جيت برضو رجعت على الكي مانجمنت كده ورحت على الكارد هلاقي فيه كارتين، الكارت بتاع هيثم اللي هو الاولاني وده الكارت التاني. عملت كده فتح لي اللوك. وبس كده، بشكركم جدا للمتابعه. كان معاكم هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.